كان عندي تصوير متأخر في منطقة زراعية وخلصت الشغل حوالي الساعة 2 بالليل. وأنا ماشي بالعربية في طريق مظلم، فجأة النور قدامي اختفى كأن في ضباب. بس الجو كان صافي. قررت أهدي السرعة، لكن وأنا بعدي جنب شجرة كبيرة لمحت حد واقف تحتها. الراجل كان لابس جلابية بيضة وبيبصلي بثبات، بس الغريب إن ما كانش فيه أي تعبير على وشه ولا حتى بيرمش. قلبي اتقبض، بس قلت أكمل طريقي ومركزش. بعد ما مشيت شوية لقيته تاني واقف قدام عربية بنفس الوضعية بنفس الثبات. قلت مستحيل ده يكون حقيقي. خدت قرار اني ادي غيار وامشي بسرعة، لكن وانا بعديه حسيت كأن حاجة بتخبط على سقف العربية من فوق. صوت واضح كأنه حجر كبير وقع على سقف العربية. وصلت البيت وانا مرعوب. بصيت على سقف العربية الصبح، لقيت عليه آثار خربشة كأنها ايد كبيرة كانت بتشد في السقف. ولحد النهاردة مش فاهم اللي حصل، وكان ايه اللي شفته تحت الشجرة ده.